مساء الخير من منير ومني، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. مساء الخير. وعدت ميليشيا 8 من آذار وأوفت بوعدها، قالت وكررت إنها ستعيد إحياء 7 من أيار بوقائعها الأليمة، وقد بدأت التنفيذ اليوم، فاختارت مجددا الكلمة الحرة هدفا لاعتداء سافر أعاد إلى الأذهان ذلك الهجوم البربري الذي استهدف في شهر أيار الماضي تلفزيون المستقبل. منير، لم يكن الاعتداء على زميل عمر حرقوس من تلفزيون المستقبل صدفة بحتة، بل تكاد المواقف المعلنة من أركان 8 من آذار أنفسهم نهجا وخطة عمل. فمن مواقف ميشيل عون ومطالبته بالإفراج عن الضباط ال4 الموقوفين، إلى تهديدات سليمان فرنجي، إلى الهلع الذي أصاب حلفاء سوريا من قرب انطلاقة المحكمة الدولية، سياق واحد مضمونه القمع في مواجهة الحرية، ثقافة القتل في مواجهة ثقافة الحياة، والإرهاب في مواجهة الكلمة الحرة. ماذا جرى لعمر حرقوس على يد إرهابيي الحزب السوري القومي الاجتماعي؟ إنه الزميل عمر حرقوس الذي قصد شارع الحمراء لتغطية حدث فأصبح هو الحدث. عمر تعرض للضرب في أنحاء عدة من جسده من قبل مسلحين من الحزب السوري القومي الاجتماعي حين كان يقوم بواجبه المهني، فقد أرسل لتغطية إشكال وقع بين عمال من بلدية بيروت كانوا يحاولون إزالة إحدى اليافطات وبين عناصر من الحزب المذكور. صاروا يجأوروا فينا، فبعد شوي اجى قرب بالموتو واحد منهم قال لي راصدينك يا عمر حرقوس، نحن بنعرفك. قلت له انا صحافي. قال شو يا كلب انت عمر حرقوس بتظهر على التلفزيونات تدري شو؟ انت ما بتعرفهم؟ انا بعرف انهم حزب قومي. قال لي مع السلامه فل. قلت له ايه؟ فلت. ضرب ظهري وفالل، وصار الخبيط والضريب صاروا يقولوا للعالم هيدا يهودي هيدا يهودي، ويصرخوا ويضربوني. أخذ التليفون مني ويضربوني فيه على راسي وعلى رقبتي ويقولوا هيدا يهودي. الناس واقفين عم يتفرجوا، حدا عم بيقرب شيء اسمع انه بعده هيدا يهودي، وما شيء يعني الدم عم ينزل مني. ولأجا صديقنا من السفير أنقذني من بين إيديهم، سحبني على المستشفى. ضربوك على وين؟ رقبتي، راسي، ظهري، بطني، بس هيئة عاملين لي شيء برقبتي، ضربة قوية، وراسي من فوق، ووجهي منخاري كأنه مش عم بقدر أتنفس. يعني جربوا إنه قد ما فيهم يأذوا، ممكن يعني عيطوا لك بالاسم، بيعرفوا؟ ايه بيعرفوا انه هيدا هو عمر حرقوس، هن من ابطال الحزب القومي. وإثر شيوع نبأ التعرض للزميل حرقوس، غص مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت بالمطمئنين، لا سيما زملائه ورفاقه. أنا بقول عمر حرقوس مثله مثل أي زميل، لأن صحافي راح يعمل واجبه المهني بتكليف مني بالموقع كمدير أخبار، ولكن اللي شايفه أنا أنه مفاعيل 7 أيار بعد ما انتهت، خاصة امبارح بانتخابات الطلاب كانوا طلاب 8 آذار للأسف عم بيقولوا راجعة 7 أيار، واليوم نحن شفنا 7 أيار جديدة باللي حصل مع عمر حرقوس، شيء بيحصل بنص نهار بنص شارع الحمراء وبدون ما حدا يحرك أي ساكن. هذا وكأنه رجعنا على شريط الغاب، رجعنا على 7 أيار ثانية. للأسف يبدو 8 آذار بدها ترجع 7 أيار جديدة. أن تضع حدا فوريا لهذا الأمر. المنظمات الشبابية في قوى 14 من آذار عقدت اجتماعا في حضور أعضاء الأمانة العامة لهذه القوى، أصدرت خلاله بيانا استنكرت فيه الاعتداء، مطالبة وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بتطبيق الشق الأمني من اتفاق الدوحة. إن الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له الإعلام المناضل المقاوم أصلا عمر حرقوس ليس فقط جزءا من سلسلة الاعتداءات على إعلامنا اللبناني الحر من حزب ميليشياوي لا يؤمن ولا يعرف لا الإعلام ولا الحرية، بل هو استمرار حقيقي لاجتياح 7 أيار من قبل فرقة المرتزقة المتخصصة دائما بالأعمال القذرة لمجموعة 8 آذار الموالي لسوريا. إن الثكنات العسكرية والمراقبة الأمنية وعمليات الاعتداء في رأس بيروت تحديدا يجب أن تتوقف اليوم، واليوم وعلى إثر هذه الحادثة
بعد مجموعة التعديات التي مورست بالأمس نتيجة الفوز الساحق الذي حققته قوى 14 أذار في الانتخابات الجامعة الأمريكية، نطالب وزير الداخلية المؤتمن على الشق الأمني في اتفاق الدوحة بالتصرف فورا لإخلاء المنطقة من المسلحين المجرمين الذين اتخذوا الحمرة مقرا أمنيا لهم بعد أيار، فنشروا فيه المجرمون بدل عن السياسة يتخصصون بدورات التدريب لمقاومة حرية أهل بيروت. إنما حصل اليوم من اعتداء كما دائما تحت شعار كذبة المقاومة هو وسام على صدر الإعلامي المقدام عمر حرقوس الذي مارس إيمانه بالإعلام الحر والوطنية اللبنانية إلى حد التعرض عليه بالاعتداء من قبل ميليشيات 8 أذار. صوت شبابنا سيرتفع، صوت إعلامنا سيبقى عاليا. نطالب حالا أن يكون كل من وراء أن يزج كل من وراء هذا الاعتداء في السجن دون مساومات أو تسويات في السياسة، وسيبقى شباب الاستقلال متابع لهذه القضية كجزء رئيسي من نضالهم لوطن حر آمن ومستقر. شكرا. عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرة دان بدوره الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الإعلامي عمر حرقوس، ورأى أن ضيق صدر الحزب السوري القومي الاجتماعي وعدم قدرته على استيعاب الخسارة في الانتخابات الطالبية والنقابية مؤشر غير حسن، ولا يدعو للاطمئنان إلى سلامة الممارسات الديمقراطية من اليوم وحتى موعد الانتخابات النيابية، كما أنه يوحي بما سيفعله النظام السوري وحلفائه في مواجهة انطلاقة عمل المحكمة الدولية في مطلع آذار المقبل. استنكرت حركة اليسار الديمقراطي ما وصفته بالاعتداء المجرم على عضو قيادة الحركة والصحفي الحر في مؤسسات المستقبل عمر حرقوس من قبل ميليشيات الحزب القومي التي تربت على يد المخابرات السورية، واعتبرت أنها محاولة وضع الملح مجددا في جرح بيروت 7 أيار. حركة اليسار وفي بيان لها رأت أن هذا العمل ليس وليد الصدفة، وإذ ذكرت بمطالبة جعل بيروت منزوعة من السلاح، أكدت أن ما تم هو نقل المتلطين زورا براية المقاومة أسلحتهم من الأكتاف إلى مداخل الأبنية والسيارات، مطالبين بإلقاء القبض على ما سمته بالزمرة المجرمة، خصوصا أن أحد قياديها هو عضو في الحكومة. الحزب القومي حمل الضحية أي الزميل عمر حرقوس مسؤولية ما سماها الإشكال مع أحد القوميين، ولكنه إذ أعرب عن أسفه لما حصل استنكر الأسلوب الرخيص في استثمار ما جرى على حد ما جاء في بيانه، ملوحا بتهديدات مبطنة إزاء ما يتعرض له الحزب من توصيفات مدانة وفق تعبيره.